ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وريان عاوز يقول لكم كل سنه وانتم طيبين. سنة وانتم طيبين. قول لهم رمضان كريم عليكم. قول لهم رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. طبعا دلوقتي انا طبعا مش طالعه لكم بقى برسمي او هنعمل ميك اب او الكلام ده كله. النهارده هتكون حلقه مختلفه تماما. طبعا دلوقتي في ناس بدأت ان هي مثلا تنظيفات للعيد، الكلام ده كله. انا من ضمن الناس اللي بدأت دلوقتي التجهيزات بتاعت رمضان. يعني شلت الستاير والسجاد، آه سيقت تحت زقيت الكنب والركنة والحاجات دي كلها، وسيقته والكلام ده كله علشان لما بإذن الله قبل الوقفة لما اجي افرش تكون الدنيا خفيفة عليا، ما يكونش كل حاجة متدربكة على دماغي. انا من نوع بحب ان انا اقسم الحاجات اللي ورايا. يعني انا الفترة الجاية قبل رمضان بإذن الله برضو السجاد هيتغسل. عطش. وثواني جيت لكم تاني. فانا دلوقتي ببدا ان انا زي ما قلت لكم اقسم اولوياتي. ببدا ان انا لو في غسيل سجاد هغسله. تاني حاجه الستاير بفكها وبشيلها. النيش طبعا النيش دلوقتي انا مش هعمله دلوقتي، هبقى اعمل لكم اصلا فيديو خاص بالنيش ورصه النيش، لان النيش ده بيحتاج يوم كامل لوحده. فده طبعا هعمله في اخر رمضان. متعملش حاجه، هعمله ده في اواخر رمضان كده او في نص رمضان. هبدا ان انا اعمله وانزل لكم الفيديو بتاعه. بس يا ريان، وهنزل لكم الفيديو بتاعه. فانا دلوقتي هاخدكم في جوله كده بسيطه في الشقه عندي، اوريكم الحاجات اللي انا عملتها والحاجات اللي لسه باذن الله هعملها. وتعالوا معايا بقى عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده والفيديو يكون الوقت بتاعه كبير. فاحنا دلوقتي هنشوف جولة في الشقة قبل التجهيزات بتاعة العيد، وبعد كده هعمل لكم فيديو تاني لتجهيزات ايه يا ريان؟ بتاعة رمضان. وبعد بقى ما الشقة فرشتها، وان انا طبعا هجيب يعني جايبة سجاد جديد وحاجات جديدة وكده. فهتبدأوا بقى ان انتوا تشوفوا بقى الشكل اللي بقى النهائي للشقة. تعالوا بقى معايا. بصوا، انا كنت حاطه هنا في الصاله، شلت طبعا السجاده اللي هي الشعر. كان عندي هنا في الصاله سجاده شعر كده صغيره. كنت حطاها، فدلوقتي انا شلتها علشان ابدا ان انا هفرش طبعا على العيد باذن الله السجاده. فانا طبعا عشان الجو سقع تاني، فكنت انا حاطه عندي هنا. بصوا، كنت حاطه هنا في الصاله سجاده ورده كده صغيره، بس شلتها عشان برضو من ضمن الحاجات المغسوله. وهنا طبعا الركنه بتاعتي انا شايله الظهر بتاعها. كنت خلاص حسيت ان في كركبه جامده قوي فشلتها، قلت عشان توسع الدنيا. والستاره بتاعتي انا شلتها عشان ابدا ان انا فكيتها عشان اغسلها. فدلوقتي دي اوضه الانتريه. دي اوضه الانتريه، فيها هنا السجاده اللي هي الورده الصغيره، فيها لون كافيه وعلى اخضر وكده. هبدا ان انا وشلت طبعا الستاير بتاعتها، شلت وستاره البلكونه برضو انا شايلاها. وهبدا ان انا كل ده طبعا، والورد ده قبل رمضان، يعني في رمضان برضو في نص رمضان هبدا ان انا اشيله وهغسله عشان كده جمع تراب. بس كده دي اوضه الانتريه. طبعا اوضه الانتريه انا طبعا مش هفرشها عشان احنا ما بنقعدوش في الانتريه، فطبعا انا مش هفرشها اصلا، هسيبها كده لحد باذن الله ما هفرشها. فانا طبعا هعمل في اوضه الانتريه، هعمل بدل السجاده الورده اللي هنا. لا، انا هعمل هحط السجاده بتاعه الصاله، هحط سجاده الصاله في اللي هي الشعر، احطها في الانتريه. وده النيش بتاعي. بس طبعا لما انا جيت انفصلت عن جوزي ورجعت تاني، في اطقم الكاسات كتير اتكسرت والدنيا اتدمرت. طبعا النيش فدي عن الاول كتير. فهبدا ان انا هبقى اوريكم بقى ان انا برصه ازاي او كده. وادي اوضه ريان. دي انا برضو فيها هنا كان السجاده بتاعه ريان، فانا برضو شلتها عشان برضو من ضمن الحاجات اللي انا هغسلها.
ولسه بقى هشيل بقى الكسوة الانتريه والحاجات دي كلها، بقيت الانتريه ان ده الكنبه دي بقيت الانتريه التاني، بقيت الانتريه اللي في الاوضه. فاحنا حطيناها هنا عشان الناس لما تيجي وكده، او الناس تيجي عاوزه مثلا تقعد هنا ولا حاجه، يكون في انتريه ان هم حاجه يقعدوا عليها. فعملت النظام ده. والرف ده طبعا هحط له مفرش، في مفرش فرو كده انا جايباه، هحط له مفرش فرو. وادي اوضه النوم طبعا، انا ده الفرش اللي انا كنت متجوزه بيه. فطبعا ما كانش فيه وقتها، ما كانش فيه سجاد يعني حلو او الكلام ده كله، كان متجوزه بعد عيد، فكان كل السجاد مسحوب، مفيش حاجه تشد اصلا. فطبعا رحت انا جايبه اسمه ايه ده، طقم جديد اسمه ايه، للاوضه ده. طبعا غسيل ملناش دعوه بيه، لسه لماه بس. ودي الستاره دي لسه بقى هشيلها، ستاره اوضه النوم هشيلها. وكان هنا في برواز بس شلناه عشان ما يبقاش فيه صور ولا حاجه. وده طبعا كل السجاد اللي هيتغسل. دي سجاده اوضه ريان، ودي السجاده الورده اللي انا بقول لكم عليها، ودي السجاده اللي هي الشعر، ودي السجاده الجديده اللي ورا خالص دي. فدي بقى باذن الله هتتفرش على العيد. ادي الجوله الصغيره اللي في شقتي. و فطبعا انتوا كده حفظتوا الشقه. دي بقى كانت جولة صغيرة في شقتي عشان تشوفوها قبل التجهيزات او قبل الفرش وبعد الفرش، وقولوا لي رأيكم ايه في الفرش طبعا لما نزل لكم الفيديو التاني. وطبعا الناس اللي لسه بقى ما بدأتش ربنا يعينكم، عشان كله هيكوم عليكم مرة واحدة فهيكون صعب جدا. فلما هتجزأوا الحاجة وهتعملوها هتكون يعني ايه سهلة عليكم، هتكون كويسة، يعني مش هيكون كل حاجة متكومة. يعني انا زقيت كل حاجة وخلصت كل اللي ورايا، بحيث ان انا قبل الوقفة بيوم كده لما اجي افرش واجي اسيق هيكون تسييق خفيف جدا، ما يكونش فيه دربكة كتير ودوشة كتير. وطبعا قلت لكم على النيش انا هعمله في فيديو خاص، فيديو لوحده، عشان الناس اللي برضو اللي هتتجوز على العيد او الكلام ده كله تعرف ترص النيش. ان انا بصراحه بحب قوي رص النيش، وبحب اغير في النيش، مش من الشخصيه اللي بتحب الروتين، لا بحب التغيير. ما بحبش ان انا افضل كل شويه على حاجه معينه. بس اهو شلتها بس. فده كان فيديو صغير عن التجهيزات بتاعت العيد او بتاعت رمضان، قبل رمضان، عشان ما يبقاش فيه ضغط عليا. واشوفكم بقى في فيديو تاني، في الفيديو بتاع الفرش. يلا باي باي، وكل سنه وانتم طيبين.